النهارده هاعمل معاكم فطاير سهلة وسريعة جدًا، مش هتاخد معاكم أي وقت بجد، ومن غير فرن ومش هنفرد ولا هنعجن ولا أي حاجة، ومن غير ما هنلمس العجينة بإيدينا خالص. فطاير بالخميرة والعجينة السايلة، هتنفع بقى للفطار، للعشا، تنفع كمان للسحور كده، يبقى سحور مختلف كده ولذيذ وسريع. بجد مش هتقدروا يعني تقاوموا جمالها، حلوة جدًا وهتاكلوا منها كتير أوي. وتتاكل بقى كده لوحدها، هي منها فيها الحشوة لذيذة جدًا وهتبقى مناسبة كمان أوي للأطفال. عايزة أقول لكم مش محتاجة جنبها غير كوباية شاي بس كده أو أي مشروب على حسب ما بتحبوا، هتبقى جاهزة معاكم. فطيرة بقى كده متكاملة فيها كل حاجة، فيها الخضار وفيها الجبن، لذيذة جدًا بجد وهتبقى منجزة معاكم جدًا. تعملوها بقى كده لو عايزين يوم يبقى السحور بتاعكم مختلف كده وحلو. كنا عملنا قبل كده مع بعض وصفات حلوة جدًا، وفطاير برضه سريعة. عملنا قبل كده الفطير من غير عجن برضه، الفطير الشرقي بحشوة حلوة جدًا، هاسيب لكم اللينك بتاعه. وعملنا قبل كده فطير الطاسة السريع، برضه كان حلو جدًا وعجبكم جدًا. هاسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف، وانزلوا بقى حطوا لايك كده حلو للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويالّا نبدأ وصفتنا. عشان نعمل بقى الفطاير الحلوة دي، أول حاجة ضفت كوباية ونص من المية، وعليها كوباية من الحليب أو اللبن يكون دافي عشان الخميرة تتفاعل معانا يعني بسهولة. ضفت معلقة من الخميرة وعليها كمان معلقة من السكر، وهدوب بقى الخميرة والسكر في المواد السايلة دي كويس قوي، وهسيبهم على جنب كده يعني عشان اتاكد ان الخميره كده نشطه معايا وفعاله. بعد كده جبت بيضتين ودوبتهم كده لوحدهم كويس عشان اتاكد ان هما اندمجوا حلو كده ودابوا كويس. وهضيفهم بقى على المواد السايله دي وهقلبهم مع بعض كويس. بعد كده ضفت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعليها نص معلقه من الملح او حسب ما تحبوا يعني، وضفت عليهم حوالي 4 معالق كبار من الزيت. وهبتدي بقى أضيف عليهم الدقيق. في البداية ضفت كوباية من الدقيق وهبتدي أدوبها كويس قوي، لازم تدوب كويس قوي كده عشان الخليط يبقى ناعم ومتجانس. وبعد كده بعد ما دابت نزلت بالكوباية التانية بالشكل ده، وهبتدي برضو أدوبها كويس جدا. أنا بنزل بالدقيق تدريجي، مش بنزل بيه مرة واحدة. بعد كده معايا الكوباية التالتة، هبتدي أنزل بيها تدريجي. نزلت الأول بنص كوباية من الدقيق ودوبتها كويس قوي بالشكل ده، وضفت كمان باقي الكمية. يبقى الخليط احتاج معايا 3 كوبايات الدقيق كلهم. ممكن يفرق معاكوا حسب نوع الدقيق او كده، تضيفوا بالتدريج لحد ما توصلوا للقوام ده. كده تمام، القوام معايا يكون ناعم كده ومفيش اي تكتلات من الدقيق. هبتدي ان انا اغطيها واسيبها تختمر حوالي نص ساعة على ما احضر بقى باقي الاضافات اللي هضيفها عليها. ضفت عليها حوالي نص فلفلة من الأحمر والأصفر على حسب الموجود عندكم، ممكن كمان تضيفوا أخضر. وضفت كمان شوية من الزيتون، وعندي هنا قطعة كده أو قطعتين من البسطرمة قطعتها كده قطع صغيرة وضفتها. وكمان جبنة موتزاريلا، ممكن كمان مش شرط موتزاريلا، ممكن تضيفوا أي نوع جبن بتحبوها. أنا ضفت موتزاريلا وعليهم كمان شوية من التشيدر، وبتبقى حلوة كمان جدا بالجبنة اللي هي المثلثات أو المربعات. خدت كده حوالي قطعتين وقطعتهم كده صغير مكعبات بالشكل ده، بتطلع لذيذة جدا معاها. وضفت كمان شوية من البقدونس أو الكزبرة، أي يعني خضرة بتحبوها، ممكن كمان شبت. الإضافات بقى زي ما انتوا عايزين، ممكن مكان البسطرمة يكون مثلا لانشون، ممكن يكون سوسيس، ممكن أي لحوم عندكم. ممكن من غير خالص تبقى جبنة وخضار كده، بيبقى طعمها كمان تحفة. أي إضافات تحبوا تضيفوها ممكن تحطوها في الوقت ده. هبتدي أتبلها بقى بشوية كده من الفلفل الأسود، وكمان توم باودر وبابريكا. وضفت كمان شوية من الزعتر، بيبقى حلو جدا معاها. هخلط بقى المكونات دي مع بعض كويس قوي بالشكل ده،
وكده الخليط جاهز معانا على طول. هنسويه، مش هنحتاج فرن ولا اي حاجة، هنعمله على الطاسة كده بسرعة. جبت طاسة وسخنتها كويس جدا على النار، وبدأت ان انا امسحها مسحة كويسة كده من الزيت، وهنزل بقى بكبشة كبشتين كده على حسب حجم الطاسة عندكم. تبتدوا ان انتوا توزعوا الخليط بالشكل ده، وبعد كده بعد ما يتوزع كده حلو هنبتدي بقى نهدي النار ونسيبها تستوي كويس قوي. وزعته بالشكل ده بالسباتيولا كده، وكده خلاص. ممكن بقى في الوقت ده تغطوا كده، يعني تغطوها شوية عشان تتأكدوا من السوا بتاعها، وتتابعوها بقى كل شوية. هتلاقوا كده الوش بتاعها واحدة واحدة بيستوي وبيعمل بابلز كده، وهيبتدي ان هو ينشف. برضو نتابعها كده، نبص من تحت السوا وصل لفين، خدت لون واتحمرت كده ولا لسه. كده تمام. اول كده ما الجوانب بقى تبتدي تفصل معانا كده، هنبتدي ان احنا نرفعها وبالراحة كده نقلبها على طول. بس الاول كده ضفت شوية من الزيت علشان يعني لما نقلبها يكون فيها زيت كده وتتحمر برضو كويس. خدت لون حلو جدا، اللي بيحبها بقى مقرمشة كده وحلوة اللون ده هيعجبه جدا. دهنتها كمان كده دهنة من الزيت بسيطة، ودهنت كمان الجوانب كده عشان توصل لتحت وتتحمر معانا حلو. بجد حلوة جدا ومش بتاخد وقت. كده خلاص بقت جاهزة معانا، خدت لون حلو جدا من الجنبين واستوت. وعايزة اقول لكم في الوقت ده بجد الريحة كانت خطيرة. ريحة كده مخبوزات حلوة في البيت، وكأننا عجلنا وفردنا يعني وتعبانين جدا، بس من غير اي حاجة، من غير ما تعبنا ولا اي حاجة. وصلنا لفطاير لذيذة كده وسهلة. يعني احلى حاجة ان احنا هناكلها كده، منها فيها الحشوة يعني جواها، فمش محتاجة بجد غير كوباية شاي او شاي بلبن او زي ما بتحبوا، هتبقى حلوة جدا. بس بكرر بقى نفس الموضوع في كل الفطاير اللي معايا، وعلى حسب بقى بتزودوا الخليط في الطاسة. هتلاقوا القوام بتاع الفطيرة معاكوا سميكة، او لو انتوا حاطين مقدار صغير كده وموزعينه هتلاقيها رفيعة. فعلى حسب انتوا حابينها ازاي. انا بصراحة حبيت اللي هي القوام بتاعها سميك شوية، كانت احلى. المهم ان انتوا تهدوا النار عشان تستوي حلو، وتغطوها برضو. هتطلع التسوية بتاعتها ممتازة، ومش هتبقى معجنة ولا اي حاجة، بالعكس جميلة جدا. بس اول ما بتاخد لون كده بنطلعها على طول، ونكرر بقى نفس الموضوع في كل الفطاير. عايزه اقول لكم عملت كميه حلوه جدا من 3 كوبايات الدقيق دول. اهو بنحط المقدار بالشكل ده، ونستنى كده عليه يستوي، وبعد كده نقلبه على طول على الناحيه التانية. دي كان القوام بتاعها رفيع شويه، بصوا، فعلى حسب ما انتوا عايزين. بجد لذيذة ومنجزة، واللي مش عايز بقى يشغل الفرن هتبقى الطريقة دي حلوة جدا. عايزة اقول لكم بقى تمشي فطار، تمشي عشاء، تمشي سحور كده لذيذ، شغالة معانا في اي حاجة. اهو ببتدي بقى ان انا اوزع كده في الطاسة. المهم الطاسة تكون مش بتلزق، وممكن كمان تمسكوها كده وتميلوها توزعوها في الطاسة كلها زي ما بنعمل في الكريب. بس نستنى عليها شوية بقى، نهدي النار ونسيبها تستوي، وبعد كده نقلبها. وخدت معانا اللون التحفة ده. دي بقى كانت آخر واحدة. فكنت كده كان متبقي عندي شوية خضرة كده زودتهم عليها، فكانت برضو حلوة جدا. اللي بيحب الخضرة يزود خضرة، هتبقى معايا بالشكل ده. كده تمام، استوت برضو من الجنبين. واهم حاجة بقى ايه، مسحة الزيت كده لما نيجي نقلبها عشان تبقى واخدة لون كده جميل من الناحيتين. ولما نتأكد انها استوت بقى كده نبتدي ان احنا نطلعها على طول. بجد حلوة جدا، طرية 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 فوق الوصف يعني. شكلها وطعمها وريحتها كانوا قلبين المكان. بصوا دول الفطاير الحلوة بتاعتنا. بصوا بقى طرية قد ايه، جميلة جدا بقى ومغذية قوي. حطينا فيها بقى الخضار والزيتون والبسطرمة. اي اضافات بقى تحبوا تضيفوها كده او تخبوها من الولاد هتبقى لذيذة جدا. الجبن بجد كانت مديها طعم حلو قوي. تقدروا زي ما قلت لكم تستخدموا اي نوع جبنة عندكم، اي نوع جبنة بتحبوه. هي بقى ساندوتش كده منها فيها. وبصوا بقى الطراوة والحلاوة والخضار بصوا
الجبنة اللي هي المثلثات او المربعات بحبها جدا فيها، بيبقى طعمها حلو قوي. هي البيضة اللي انتوا شايفينها دي بتبقى فعلا لذيذة. ده شكلها بقى، كلهم بجد كانوا حلوين جدا. كانت لما بتطلع كده بحطهم فوق بعض، كل واحدة بتطلع كده بحطها فوق التانية عشان يفضلوا كده طريين وحلوين. هما كده كده بيفضلوا طريين، ولما بيقعدوا حتى بيفضلوا طريين، بس لما بيكونوا لسه طالعين كده الطعم بتاعهم بيبقى حلو ولذيذ جدا جدا، وهي لسه طازة كده و... وحلوة كده وسهلة كده في ايد الأطفال. يعني ولا بقى الحشوة تقع منهم لو انتوا عاملين لهم ساندوتش او اي حاجة، لا بيمسكوها كده ياكلوها، بتبقى حلوة، مش بيقع منها الحشوة ولا اي حاجة. زي ما قلتلكوا تقدروا تتحكموا في المقاس زي ما انتوا عايزين، سواء تخينة او رفيعة. اللون حلو جدا. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان اعرف انه عجبكم، ويا ريت تقولولي حابين وصفات ايه الفترة الجاية، وصفات حلوة اكتر ولا حادق ولا ايه بالظبط. ان شاء الله احاول اعملها لكم على قد ما اقدر. وهستنى بجد رأيكم في الكومنتات، وهستنى كمان رأيكم لما تجربوها، ومتأكدة انها هتعجبكم. واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.